في انتظار أن يبحر منتخب تونس المتوج وصيفا لبطل النسخة الماضية، أبحر المشجعون فخورين بالنسور، متفائلين بما ستحمله هذه النسخة الثانية تحت مظلة الفيفا. على متن عدد من القوارب وبمشاركة المئات، انطلقت الرحلة في مياه الكورنيش، حاملة كثيرا من الرسائل وشاهدة على مساحات التفاؤل التي تسكن قلوب التونسيين وهم يستعدون لضربة البداية أمام سوريا. الروج للسياحه القطريه، وتعرف الناس يعني ان ما شاء الله يعني كورنيش ما شاء الله يعني تقدر كل العائلات تجي تستمتع فيه، فقلنا نسوي الجوله هذه بالاعلام التونسيه ونسوي احتفالاتنا داخل البحر، وبعدين يكون في عندنا تجمع هنا في الكورنيش، وان شاء الله باذن الله يعني جاهزين على قدم وساق في اول مباراه، مباراه المنتخب التونسي والمنتخب السوري ان شاء الله. بأزياء تقليدية تعبر عن قوة الانتماء إلى الوطن، تغنى المشاركون بتونس الخضراء أرضا وشعبا ومنتخبا، وهم في قلب الدوحة عاصمة، وقطر وطنا جامعا للشعوب العربية، منتصرا للقواسم المشتركة من ضفاف الأطلسي إلى ضفاف الخليج العربي. طبعا كل انسان يفتخر بالزي التقليدي نتاعو، وما دامها فرصه انه احنا نتلمدوا التوانسه عائله كامله ما فيها باس نذكروا بعضنا، نخفوا على بعضنا هون الغربه، فإن نحسوا الوطن حتى ولو في زي تقليدي، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. الجوار وقت اللي يشوف زينا التقليدي يحس بالانتماء، نحسوا فما تواصل مع تاريخنا، ان شاء الله نكونوا متواصلين مع تاريخنا اللي يعطينا دفعه لحاضرنا ورؤيه باهيه للمستقبل. ان شاء الله مربوحه ليكيب ناسيونال، كلنا يد واحده، وان شاء الله نوصل الفينال والكوب يبات في تونس ان شاء الله. جماهير تونس كما النسور تستعد للتحليق، والهدف الوصول إلى ليلة 18 من ديسمبر، ليلة تتويج الأبطال. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشيباني، الدوحة.